ما نضحك أنا مع الناس، اللوم حالي وما نضحك أنا مع الناس. نفاق وكذوب أسيدي وجع الراس، الحق نضال واخا ترميوني بالقرطاس. وإلا تجرحت نبرا وندير لاباس، بالحق نقهركم ونكتم لكم على الأنفاس. سلام الله عليكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، البارطاج واللايكات، والله يخليكم بحال الورود اللي مزينة المشاميم. عمركم ما تبالوا بإذن الله. وأنا غادي نقول يا بسم الله. موضوع الحلقة: الخلوقي والاعتقال، تحفة مخادع، والشنوية والتأجيل، الزروالي وحكمة الله. يا بسم الله، توكلنا على الله. فيما يخص قضية الخلوقي والاعتقال، احنا كنعرفوا الخلوقي هو كان رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، وكان محكوم عليه ب10 سنين في واحد القضية كيرجع التاريخ ديالها ل 2015. سمعوني مزيان، 2015. وكان تحكم عليه بالبراءة في واحد القضية ديال تكوين عصابة إجرامية ديال النصب والاحتيال، وتحكم عليه بالبراءة ابتدائي. لكن فاش مشى للاستئناف تحكم عليه ب10 سنين نافذة، ومن بعد ذلك مشى إلى النقد والإبرام، واليوم كيترفض النقد والإبرام، وغادي يكون راه الاعتقال مدة 10 سنين نافذة سجن. لكن غادي نقول لكم علاش تحفة مخادع ومنافق. هو اللي هضر على هذا الملف ديال سيدي سليمان، وقلت لكم اودي انا واحد الوقت فاش خرج وهضر عليه، قلت لكم اودي شكون اللي عطى لتحفة هذا الملف، شكون اللي عطى لتحفة هذا الملف، مع العلم ان هذا الملف تحفة ما كان كيعرف عليه والو. بالدليل ان فاش هضر على الخلوفي وهضر على 10 سنين محكوم، وان ما بغاوش يدخلوا الحبس، واتهم العامل ديال سيدي سليمان بانه عنده وليد، لكن اتضح ان العامل ديال سيدي سليمان داير دعوة بالخلوقي ديال النهب المال العام، اختلاس النهب المال العام. وهذه المعطيات كلها ما قالهاش تحفة. علاش؟ باش الوقت إلا ترفض النقد والإبرام غادي يخرج للرأي العام ويقول لهم اش قلت لكم، أنا هضرت عليه وهو تشد. باش تعرفوني راه كلمتي نافذة، ولكن هو أصلا عارف الملف، ولكن خدا الناس في مغالطات وبدا في هجومات على هاد الناس ديال سيدي سليمان. لكن اليوم العامل هو طلع باري أنه هو داير شكاية بهذا السيد، وأن هذا السيد هو كان ضمن هذه العصابة الإجرامية، واللي عطاها القضاء 120 عام متفرقة بين الضحايا كاملين. هنا باش غادي نبين لكم تحفة أنه تيراوغ وتيكذب، وأن الملفات راه كتعطاه، لأن هذه القضية أصلا ما كانش عارفة، لأنه كان عارفة كان غادي يقولها بالحذافير ديالها وكيفاش بدات ومنين بدات. ولكن هو ما قالش هادشي، جا ديريكت الخلوقي داير عصابة راه كذا رادي هادي، ودخل في هذا الملف ديال سيدي سليمان واللي هو غادي يغرقو. وعقلوا على كلامي. دابا غادي ندوز لويت الشنوية، ومن بعد غادي ندوزو للزروالي، وغادي نقول لكم علاش قلت الزروالي وحكمة الله او الحكمة الربانية. كنعرفوا الشنوية تأجلت الجلسة حتى نهار 2. كاين واحد المحامي دابا كينوب عليه، تيقول لك اودي راه يمكن كاين الصلح، او لا راه الناس كيجريو باش يديروا الصلح، وان طلبوا ليه الصلاح ولكن المحكمة ما بغاتش. وحنا تنقولوا في هذه القضية راه ما يمكنش ولد الشنوية غادي يخرج، وما يمكنش تعطاه صلاح، لان عنده قضية اخرى ديال الدعارة حتى نشوفوا اشنو كاين فيها، لان ربما كان الاعتقال ديالو باش ما يسلتش ويعلق. ولكن نتسناو ونشوفوا اشنو غادي يوقع، لان الاشكال ديال ولد الشنوية الاتهامات كاينه والمتهمين كاينين، ولكن متهمين افتراضيين على المواقع.
لكن المتهمين على الارض مازال ما شفنا حتى شي حاجه على الواقع. الا كانوا كيمشيو سريا وما بغاوش يتعرفوا الله اعلم. هادشي اللي غادي نتسناو اش غادي يقول لنا القضاء وكيفاش غتكون المحاكمه، واش غادي تقول لنا النيابه العامه. ندخلوا لقضيه الزروالي والحكمه الربانيه. هنا كاين اللي غادي طبعا يقدر يكتب ليا او لا غادي يتفرج فيا وغادي يقول لي شوف هاد الشيباني متملق. وانا تنقول لكم ما كنتملق الزروالي وما كندافع على الزروالي، لكن اليوم غادي نحطكم امام الامر الواقع والسؤال الواضح، السؤال الواضح والبين. وغادي نركزوا على جوج نقاط مهمه. النقطه الاولى، واحد الوقت الزروالي قال لك انا ما نكونش ضحيه، وإلا كنت غادي نمشي غادي نديكم كاملين. واش عقلتوا؟ لا. النقطه الثانيه، تحفه. الوقت اللي قال هاد السيد علاش ما تعتقلش، واش خدامين معاه الجنون، ما خلينا ما درنا معاه وما بغاش يتعتقل. وغادي ننطلقوا من النقطه اللي هي الام اورغانزا. واش الزروالي كان مخطط لهذا الشيء؟ الله اعلم. او الله سبحانه وتعالى بين له الطريق، لان اورغانزا هي الحلاقه صاحبه المال والنفوذ، تشتري العباد وضعاف النفوس. وهذه النقطه هي علاش ركز الزروالي، لان ملي كنجيو الاورغانزا كنربطوها بكل شيء بتحفه. وغادي نرجع كيفاش قضيه التحفه كيفاش صيفطوا ليها بتحفه. استاذ زهراش، نقال الخشب، الناس ديال فاس، كلهم هادو كانوا مع هاد السيده وضد الزروالي. وهو هادشي علاش ركز وربطها بوكيل الملك والنائب ديالو، تا هما داخلين في اللعب. وهنا ما غاديش يجي شي واحد ويقول لي حقا لا راه النائب وكيل الملك والنائب ديالو راه بعادين على حتى واحد ما بعيد على الشبهه والو. هذا راه رئيس مجلس بلدي، راه هو مشى ب10 سنين، شحال من قاضي وشحال من وكيل راهم دابا كيتحاكموا. الخلل كاين تلاعب في الملفات، كاين البيع والشراء كاين. لكن الذكاء ديال الزروالي او لا اشنو السر في هذه القضيه ديال الزروالي وخصوم الزروالي، السر هو اللي مازال ما عرفناش، لان كلشي تجمع في نقطه واحده وهي اورغانزا. واورغانزا علق كلشي. راه ملي كنجيو لقيناه دابا معلق كلشي. غادي تقولوا لي عمي عمار عاد كتخربق، لا، لان لحد الان واش كاين شي حكم على الزروالي؟ واش كاين شي احكام غيابيه على الزروالي؟ لان الزروالي كيف تنقولوا دار لهم البلوكاج باللغه الدارجه. البلوكاج شي فرقه كيكون عندها الدفاع قوي كيدير البلوكاج وكيكون الحارس ماهر. اي دابا الزروالي هو واحد الحارس كان عند كولومبيا سميتو إيغاتا. هاد الحارس كان كيدير لك حركات بهلوانيه باش كيرد الكره ما كتسجلش، وكان بارع في تسجيل الاهداف واخا حارس. يا اما كينطلق بكره ويدخل الهجوم ويجبد معاها ديريكت الشبكه، يا اما شي كفر. هادشي اللي داير معاكم دابا هو والله العظيم. ولكن شوف سبحان الله، واخا كتقولوا كسول، وانا تنقولها دابا، تنقول هذا واش ذكاء من الزروالي او لا الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى؟ عرفوا انه مظلوم. وهادشي علاش تنقولوا كنساندوه في هاد القضيه، لان وقع عليه الظلم، لان الخير اللي دار غادي يشفع عليه. يعني لو كان الزروالي ما كان دار والو وغير المواجهات والسب والمعيور وداك الشيء، غادي نقولوا وانتم مساويين، انتم بحال. ولكن هو كان كيدير اعمال خيريه، وهاد الاعمال الخيريه الا ما شفعاتش ليه لما غتشفع السفاره والنصابه والمتآمرين، ولا اللي كيعاون الناس وكيساعد الناس. نفكروا بالعقل.
وانا راه ما كنتسنى من الزروالي حتى شي حاجه. هذا نقولها لكم وتنعاودها، اللي يتسنى يتسنى الله، واللي بغى يتعاون مع أمي عمارة راه معروف. ولكن باش نبدل المبدأ ديالي أو لا نبيع ونشري في القضايا اللي عمرها ما تكون. وكيف قلت لكم في الأول، وقراري متشبت به أنني غادي نبقى متضامن مع الزروالي، ما كندافعش عليه، راه هو كيدافع على راسو بالمجهودات ديالو بمالو بكلشي. راه قلت لك لعب معاكم كلشي، ولكن في هذا الملف بالذات وقعت عليه مؤامرة، بغينا ولا كرهنا، اعترفنا ولا ما اعترفناش، لأن دائما تنقولوا الحقيقة خوافة وساكنة لينا في الجوف، وأنا ما ساكن في الجوف ديال حتى شي واحد. اللي بغى يتعاون مع عمارة مرحبا، البارطاج واللايكات وأحلى تعظيم. سلام.